قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. مرحبا يا صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن. كيف الأجواء عنكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تحضروا الفيديو. فيديو مثل ما شفتوا متنوع، فيه تنظيف، فيه طبخة، يعني فيديو روتيني، بتمنى إنه يعجبكم. والله يا صبايا حبيت تشوفوا هالفوضى العارمة اللي كانت بمطبخي. صحيح ما في جلي، بس إنه كان كراكيب وضب جلي. والله مثل ما شايفين يا صبايا، هون بلشت تضب بهالجلي، وحبيت أعمل لكم هي الحركة السحرية تبع تشيك بينضب الجلي. بعمل هيك بالحركة السحرية، بينضبوا الكراكيب. بعمل هيك بمسح الرخامات. عن جد في هيك يا صبايا، عن جد بتمنى لو في عنا هذا الشي بحياتنا. إنه حركة سحرية بيكون البيت خالص شغله، بحركة سحرية بيكون الطبخة جاهزة. عن جد يا صبايا، مستحيل يكون في هيك شي، طبعا أكيد مستحيل، لأنه كل شي بده تعب وكل شي بده جهد لحتى نحس بطعمته ولذيته. عن جد يا صبايا، بس الواحد يخلص شغله وأمور بيته وواجباته والتزاماته بحس بلذية الراحة. أما لما بيجيك الشي بدون راحة ما بتستمتعي فيه ولا بتحسي بقيمته. عن جد يا صبايا، أنا هيك، يعني أنا هيك وجهة نظري، إنه كل شي بده تعب لحتى نحس بطعمته. ما بعرف، يعني أنا هذا برأيي. والله يا صبايا، بعد ما خلصت المطبخ وضبطته، فحبيت أعمل لأولادي آيس كريم بالأغراض الموجودة عندي في البيت. عندي حليب بارد كتير كتير كنت حاطته بالثلاجة، وعندي كريمة، عفوا، بودرة الكريمة يعني. فخلطت كاستين حليب وحطيت لهم ظرفين كريمة على فراولة. خلطتهم منيح منيح لحتى جمدت الكريمة عندي. وبعد ما جبدت الكريمة حطيتها بزبدية، وحطيت على وشها، أولادي كتير بيحبوا شوكولاتة البيستاشيوم، حطيت لهم عليها وحطيتها بالثلاجة. يعني شغلت ساعتين 3 ساعات، بطلع لهم إياها وبحط لهم إياها بالزبادي، كتير طيبة وبكيفوا عليها يا صبايا. وطبعا مثل العادة لازم أحسب حساب البنوتة اللي عندي، فعملت لها كمان آيس كريم وكتير كانت طيبة. وهون شارية والله يا صبايا بهارات، فلفل وهيل ناعم، ومتربان الملح عندي ناقص عبيته، فحبيت شارككم والله، وعبيتهم ورجعتهم لمكانهم. وبلشت بطبختي يا صبايا. مثل ما شفتوا طبختي اليوم كانت هي بازاليا بمرقة. كتير هالأكلة طيبة يا صبايا، وبما إنه كان الجو عنا بارد فهيك أكلات كتير مقبولة. أنا بستغل الأجواء الباردة ودغري دغري ببلش بأكلات المية البندورة، لأنه مية البندورة يا صبايا ما بدها جو، يعني ما بدها تكون درجة حرارة عالية، لا، يعني لما بيكون الجو بارد بتقدري تتقبلي هيك أكل. أما لما بيكون الجو شوب فما بتقدري على هيك أكلات أبدا، بتحسيهم بيعطوكي حم. وبما إنه خلصت أمور المطبخ وضبطت اللي ضبيته، كنت شارية كم غرض ضبيتهم، بلشت بطبختي. قطعت هون اللحمة، أنا عندي إياها اللحمة شقفة كبيرة. طبعا يا صبايا، الولاد اللي عندي ما بيحبوا لحمة، ما بيحبوا اللحمة أبدا أبدا، لا ناعمة لا شقف ولا شيء. فبضطر إني أقلل كمية اللحمة كرمال زوجي بيحب اللحمة. فقطعت اللحمة والله يا صبايا مثل ما شفتوا، وقطعت قطعة صغيرة لأنه أنا عندي إياها قطعة كبيرة. وبلشت بقى بالطبخة. بعد ما قطعت اللحمة بحطها بالطنجرة مع السمنة وبقليها مزبوط مزبوط، وبحط لها الفلفل والهيل الناعم. طبعا يا صبايا أهم شي ما تدقروا الملح للحمة وهي عم تتقلى أبدا أبدا، ولا هي عم تنسلق، لأنه بمجرد ما حطيتي ملح للحمة وهي عم تنسلق أو عم تتقلى رح تقسى عندك اللحمة وما رح تستوي أبدا أبدا. وأهم شي يا صبايا ما تكتي على اللحمة مي باردة، يعني تفتحي الحنفية تعبي منها مي، لا، يعني حاولي إنها تكون ميتك فاترة مايلة للسخونة مشان اللحمة عندك ما تشد، يعني إنه تكون أنتي مقلتيها، يعني بتكون حرارتها للحمة عالية، تيجي تحطي لها مي باردة فبتشد عندك اللحمة وبتقسى وكمان بتطول لحتى تستوي.
فدغري حطي مي سخنة لحتى تضل اللحمة معاكي طرية وتستوي وما تاخد وقت معاكي. وطبعا يا صبايا بعد ما قليت اللحمة وسلقتها كنت مقطعة البطاطا ومقطعة البطاطا والجزر. ولادي يا صبايا هي طريقتها الأصلية ما بينحط لها بطاطا، إحنا بالشام ما بنحط لها بطاطا بس جزر، اسمها بازاليا بازيلا بالجزر. ما بينحط لها بطاطا. لا بناتي بحبوا معاها البطاطا، فبقطع لهم بطاطا مكعبات صغيرة كتير كتير، ويعني بخليها تكون حجم الجزر وحجم البطاطا يكونوا قراب لبعض، ما يكون كل شكل يعني كل نوع خضرة حجمه غير التاني، لا بحاول قد ما أقدر إنه يكونوا حجم واحد. والله يا صبايا بعد ما بحطهم وبحط فوقهم البازاليا وبخليهم لحتى يستووا وينسلقوا كلياتهم ويندمجوا مزبوط. فآخر شي بس لشوف اللحمة استوت والخضرة عندي طريت واستوت والبازيلا كمان استوت يا صبايا، فدغري بحط مية البندورة وبحط لها كمان معلقة دبس فليفلة. ما قدرت أصور لكم كنت كل فكري إني عم صور لكم ولا طلعت الكاميرا مطفية وأنا عم حط مية البندورة ودبس الفليفلة يا صبايا، فاعذروني. والله يا صبايا كانت هون عندي الأكلة جاهزة، بحط قدامها فلفل، قدامها رز بالشعرية وكتير طيبة، بريتو ألف صحة وهنا. جربوها يا صبايا كتير رح تعجبكم، وخصوصي اللي عنده أطفال، يعني بنتي عمرها سنة كتير كيفت عليها وفيها خضرة وفيها فوائد فكتير حتحبها. وهي كانت طبختي لليوم يا صبايا، بتمنى إنه يكون تعجبكم. والله يا صبايا بعد ما خلصنا الغداء فبلشت أنا هون بشطف البيت، ما كنت مقربة على البيت أبدا أبدا، قلت حالي خليني أخلص الطبخ وأمن على أولادي، لأنه بتعرفوا فترة امتحانات فلازم يكون البيت مركان. ويعني بعد ما خلصت الغداء وغديتهم وأمنت عليهم قلت لهم يلا فوتوا على أوضتكم أنتوا درسوا امتحانكم وأنا رح بلش بالبيت. والله يا صبايا خلصنا البيت وشطفت ونظفت وكان كتير الجو روعة 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 فوق ما بحكي لكم وأكتر من كتر مو حلو الجو. شطفت ونظفت وهون بنوتي أنا عم بشطف وهي عم تزت لي، شوفي قدام على الكنباية بتزت لي إياه بالأرض، الله وكيلكم يا صبايا. وبنهاية الشطف عندي ديتول، لأنه مثل ما بتعرفوا بنوتي عمرها سنة فبتزحف، بحب دائما البلاط يكون عندي معقم، وأحسن طريقة للتعقيم هو الديتول، دائما بخ ديتول وبمسح، فبيضل البلاط نظيف وما بضل يعني ما بكون خايفة عليها. عرفتوا كيف يا صبايا؟ وبالنهاية يا صبايا بعد ما خلصت الشطف والتنظيف والغداء قالت لي بنوتي ماما بتستحقي فنجان قهوة أعمله أشرب أنا وياكي. وبالفعل شربنا فنجان قهوة كتير 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 طيب يا صبايا. وكان عندي بنوتي الوسطانية صايمة 1 ذو الحجة، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا صبايا. هي الأيام كتير حلال، وإن شاء الله يا رب هيك الله يتقبل منا طاعاتنا يا رب. حكيت لها رح أعمل لك زبدية بوظة مدللة غير شكل، طلعت يا صبايا زبدية البوظة لحتى حتى وناكل أنا وولادي، فلقيت ما شاء الله أكلين نص الزبدية. وعملت لها زبدية لبنوتي وأكلنا ويا صبايا طلعنا تمشينا شوي، كان الجو كتير حلو. بالنهاية الفيديو رحنا لعند أم زوجي، كانت عندها بنتها وشربنا فنجان قهوة كتير طيب. بتمنى الفيديو تبعي يكون عجبكم يا صبايا، وإذا عم تعجبكم فيديوهات يا ريت تكتبوا لي تعليق حلو، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة. سلام.